في مثل بيقول ان التصميم الحلو بينادي على اصحابه. طالما انت جالك الفيديو ده يبقى انت من الناس الحلوة اللي عندنا. لايك يا باشا بسرعة ويلا بينا نخش على التصميم. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ دايما بخير يا رب. النهارده هنعمل تصميم ل 7 اب، الكان بتاع 7 اب. هنشرحه واحده واحده خطوه خطوه من البدايه خالص، من اول ما بنعمل الباك جراوند او الخلفيه اللي في الظهر لغايه لما بنشتغل على الكان وبنزود الريتاتش بتاع الووتر اللي حاطينه مع السلايسز بتاعت الليمون والتلج والتكست والكلام ده كله. هنظبط الموضوع ده كله خطوه خطوه، بس لازم تبقى عارف حاجه قبل ما تبدا الدرس معايا. لو انت فوت 10 ثواني 15 ثانية من اي توتوريال بينزل على الشانل عندنا، ممكن تفوتك حاجة مهمة جدا انت ما تعرفهاش بعد كده او بالصدفة لو عرفتها. فدايما لما تتفرج على توتوريال على الشانل عندنا اتأكد ان في معلومات بيور هتوصل لك، حاجة واضحة جدا 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 بسهولة، بحيث لو انت لسه مبتدئ هتعمل حاجة واو في وقت قليل جدا. كمان هتخلي ايدك تاخد على شغل السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. فعشان نخش في الدرس على طول، انا هحتاج عندي 3 كولرز للباك جراوند او الشغل اللي انا بشتغل عليه في الباك جراوند. ده الغامق وده الفاتح وده الاغمق خالص. طبعا انا خدت الغامق، هنخلي الغامق ده كده الاساسي عندي. هعمل نيو لاير، وبعد كده هعمل هنا حاجة، نعمل مثلا بوت كده، نعمل في النيو لاير ده نكبر كده شوية ونعمل دي. بعد كده نكبر دي كده، نجيبها ايه من فوق بحيث انها تديني الريفلكت بتاع الباك جراوند اللي تحت. طيب اول حاجة هنستخدمها بعد كده هو ان انا هجيب الكان، هسحب الكان كده احطه في المكان اللي انا شايفه مناسب. الكان هنا هنعمل له جروب بس نسميه هيرو. دايما اعمل جروب لكل حاجة بتاعتك عشان متحسش ان الموضوع مش مظبوط يعني. طيب الهيرو ده انا هعمل فيه شوية ريتاتش كده قبل ما نشتغل عليه. اولا هو فيه جزء غامق وجزء فاتح. الجزء الغامق انا هاجي هنا وهسحب، اخد الكالر ده الغامق اللي موجود ده، وهعمل حاجة هنا اسمها مالتي بلاي، وهعمل الفلو 10، وهحاول اغمق الغامق ده شوية الاول. نسحب كده تمام. ممكن نصغر دي شوية عشان نجيب الجزء ده. تمام، والجزء ده نعمله كده ايه كليبنج ماسك علشان ينزل على اللاير اللي انا شغال عليه. بس كليبنج ماسك احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو بنزل حاجة معينة على الكان مثلا بتاع ال7 اب ده قبل ده بعد. تمام. هنعمل ايه تاني؟ هاجي اعمل بعد كده الافكت الفاتح او الوايت، هاجي اعمل نيو لاير وهعمل له سكرين مود، هنخلي ده 5، وهنجيب اللون الابيض ونيجي نبيض هنا شوية الموضوع ده بحيث ان يبقى فيه فرق يعني شوية. تمام. بالبلدي انا بفتح الفاتح وبغمق الغامق. تمام. بص دول الاتنين دول قبل ده كده، قبل بعد ما ضفنا الافكت. هاجي تحت الافكت نفسه او هاجي تحت الكان نفسه، نعمل كده الاول، ندخل ده مع ده. تمام. هعمل الشادو اللي تحت الكان. في طرق كتير تعمل بيها الشادو، بس انا هديلك اسهل طريقه عفوا هديلك اسهل طريقه تشتغل بيها، وهو انك انت هتعمل لاير تحت الشيب اللي انت تشتغل عليه، وبعد كده هتختار اللون الاسود وبالفرشة الفيدد من البراش تول هتدوس نقطة كده هتعمل لك النقطة دي. هسحب النقطة دي وانزلها تحت الكام بالظبط، واسحب من فوق كده شوية وهعمل كده. ابدأ اظبط الموضوع زي ما انا شايفه مناسب يعني. تمام. نسحب كده شوية. تمام. بحب اعمل حاجة انا هنا اسمها الوور، واسحب دي كده لفوق، واسحب دي سنة، واسحب دي كده شوية. تمام. انا شايفها ظريفة. ممكن نعمل بقى كمان الافكت بتاع الكان من تحت منه. هاجي اعمل نفس الفكرة بس هختار اللون الفاتح وهعمل كده، وهسحبه تحت الكان وهعمل كده،
ونفس الموضوع هنعمل كده، وممكن نعرض شوية كده ونكبر ده شوية. تمام لغاية هنا والامور ماشية تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل الافكت بتاع الووتر ده او المية اللي انت شايفها دي. هعمل ايه؟ هاجي هنا هسحب الافكت بتاعنا، هنخلي واحد فوق الهيرو وواحد في ظهر الهيرو. اول ما بسحب الافكت هو بالشكل ده، هعمل المود بتاعه سكرين علشان يديني الافكت ده. تمام نصغر كده شويه الحجم، نظبط الموضوع على قد ما نقدر. ممكن ناخد منه كوبي ايه نعمل كده، وممكن نمسح بقى الجزء اللي احنا مش محتاجينه. ممكن كده من هنا. تمام ممكن ناخد كوبي منه برضو نفس الكلام ونعمل له حاجة اسمها فليب. انا عملت كوبي من نفس الفلتر او نفس اللاير، عايز اقلبه الناحية التانية، بدل ما هو بيبص على اليمين يبص على الشمال. هدوس رايت كليك، هعمل كنترول تي رايت كليك، وبعد كده هدوس فليب هوريزونتال. اول ما بعمل كده بيقلبهولي الناحية التانية. نصغر الكلام ده شوية. ممكن اجي هنا بقى ايه اصغر شوية الموضوع ده، واحاول اخفف شوية الفلتر من على اللوجو اللي انا شغال عليه. ممكن نعمل كده. تمام مفيش مشكلة لحد ما الموضوع متماشي تمام. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل شوية برضو مية كده من فوق من هنا. هنستخدم ممكن دي نكبرها كده شوية ونلعب شوية في الليفلز. تمام ممكن نخلي ده سكرين 30 عايز ازود بس كده ايه افكت خفيف. خلي دي 100%. نمسح خالص الافكت. بعد كده نرجع نضيفه تاني بس بفلو اقل. نعمل كده. ممكن نمسح اللي هنا ده مش محتاجينه، نمسح ده كده. تمام حسوا كده شوية كويس. نعمل حاجة تانية، نطلع فوق خالص ونعمل نفس البوتون بتاعة الافكت اللي في الباك جراوند. هنعمله تاني بس المرة دي من فوق هنا، بحيث ان هو يكسي شوية على الكلام ده. سوري انا المفروض نعمله باللون الابيض. نجيب كده نخلي المود سكرين، نلعب في حاجة خفيفة 3 بس اخلي ان في شوية في كولر افكت ظاهر. خليه 5. تمام بعد كده نجيب ده كده نحطه تحت الهيرو. الى حد ما جميلة ولذيذة. تمام هنعمل بقى بعد كده ايه ممكن نزود كمان واحد من ده فليب. صغر حجمه عشان ما يبانش انه مش ريليتد شوية او مش مظبوط، كأنه متاخد كوبي يعني من الموضوع. ونيجي هنا نخلي ده كده ونمسح شوية من هنا. نيجي هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام. تمام نعمل ايه بعد كده؟ هنعمل السلايس بتاع البرتقان ده او الليمون ده. سوري نعمل ايه؟ هاجي هنا اسحب السلايس ده هنا كده في نيو بروجكت ونقصه خالص. وبعد ما نقصه هنعمل حاجة اسمها نخش على ايمج وبعد كده adjustments وبعد كده ندوس دي ساتوريت. هيقلب لي الشكل ده. هاجي ادوس على ايمج تاني واختار ابلاي
ايمج وادوس على انفيرت هيحول لي الشكل ده كده. ممكن نغير ده تمام، ده لذيذ كده، هنخليه كده. وبعد كده هندوس على فلتر، بعد كده فلتر جاليري، ونختار الشكل البلاستيك وورد ده هيبين تفاصيل الحاجة شوية. هسحب الكلام ده هنا، اول ما بسحبه اعمله بس كونفيرت سمارت اوبجكت عشان لو صغرت او كبرت ما يبكسلش معايا. وبعد كده هندوس كولر دوج، هلاقي ان الستايل او الشكل بتاع الليمونة بقى بالشكل ده. طيب احنا عايزين نعمل نفس الموضوع بالظبط، هنعمل ايه؟ هنخلي هنا في ليمونة نعكسها كده. جميل. عاوزين نديلها افكت بتاع المية ده، هاجي هنا نسحب الافكت، راح فين انت؟ تمام، نعكس شوية بحيث ان الموضوع ايه، انت ركب كأنك بتركب الافكت او الووتر سبلاش على الليمونة نفسها دي. ممكن بعد كده تعمل حاجة اسمها في هنا فلتر اسمه adjustment، في فوتو فلتر. تمام، هنخلي دي 100% ونخلي اللون بتاعها شوية ريليتد بالموضوع. الى حد ما كويس. طب تعال نجرب نلعب في الفلترز. حلو قوي، يا سلام يا سلام. واخدين بالكم من اللي حصل ايه؟ كأن الليمونة طالع منها مية. تمام، ده اول واحد عملناه. عايزين نعمل واحد هنا وواحد هنا. ندوس كنترول جي ونعكس الليمونة دي من هنا كده شوية، نصغر حجمها وندوس. ممكن تبقى هنا لذيذة اوي هنا. تمام، وممكن نعمل ايه تاني؟ نجيب ليمونة سلايس صغير هنا، نعمل نفس الكلام كنترول جي، نعكس الشكل ده ونصغر حجمه شوية. تمام، تمام، نسحب دي كده من هنا شوية. حلو دي. طيب احنا عملنا سلايسز الليمون بالشكل ده. ممكن نعمل ده كمان. هو عبارة عن تلجاية دي، انا سيبها لكم في الديسكريبشن، اللي هي دي. بتعملها باوفرلاي، بتحول البليند مود اوبشن او المود اوبشن بتاعها اوفرلاي، وبننزل عليها الكلام ده. ممكن نعملها مع بعض افضل. ممكن نخليه نجيب دي كده، نسحب دي هنا. اول حاجة نحولها ل overlay لذيذة اوي. نعمل عليها two colors options. اول حاجة هنفتح فيها شوية الحتة اللي هنا دي، نديها زي افكت كده، ونعمل واحد ابيض. احنا بنفضل نظبط الموضوع على قد ما بنقدر. تمام، من نفس التوجيه دي نجيبها كده شوية. تمام، ممكن ناخد نفس التلجاية نعمل لها حاجة اسمها فليب هوريزونتال، نحطها هنا. ظريفة شوية. ممكن ناخد نفس التلجاية ونقلبها، نكبر هنا شوية. انت بتشوف الموضوع بخيالك، يعني بتشوفوا ايه المناسب وايه اللي مش مناسب. ده نسميه ايس، ده هنا. تمام، ده هنا ممكن نكبر ده شوية ونديله حاجة اسمها، نحول ده بس كده لكونفرت ونقلب ده اوفرلاي، ونديله حاجة اسمها موشن بلور. موشن بلور ده يدينا شوية كأن التلجاية ايه، طايرة من
لذيذة قوي. هنعمل ايه تاني؟ التكست هناخد نفس الفونت ده، ممكن نجيب دي من هنا كده نخليها شوية برا. ماشي جميلة. نسحب اللوجو، نعمل اللوجو بتاع 7 اب، هسيبه لكم برضو في الديسكريبشن. عايزين بقى تحطوه هنا، عاوزين تحطوه هنا مش مشكلة، عايزين تحطوه فوق خالص هنا مش مشكلة، بس عشان في تكست بس عايزين ايه نهندل الدنيا شوية. هنعمل حاجة حلوة هنا، نعمل بقى التكست، هنقول عطشان. طبعا الفلتر ده اسمه تيدو، انا ممكن اسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. نطلع فوق خالص كده، نعمل جروب نسميه تكست عطشان اديها 0. والله العظيم واحد عطشان فعلا. يعني وكأننا بنعمل الحاجة اللي احنا بندور عليها. بص يا سيدي، عايزين نعمل الافكت ده، هنعمله ازاي؟ اول حاجة انا نفتح بس هنا، هو مكون من 2 دروب شادوز مع لعب شوية في التكست، حولنا المود بتاعها لاوفرلاي. طيب الاتنين باللون الابيض، هنخلي ده اوفرلاي وهنعمل 2 دروب شادوز. اول حاجة فيهم اللي هو الغامق اللي تحت ده هنعمله بنفس الفكرة هنا، ممكن نخليه ده 40 6 100 0. والتكست اللي بعد منه او الدروب شادو الاخضر اللي في الظهر ده نخليه بنفس الابعاد دي كده عشان يدينا الافكت ده. تمام، ممكن نسحب دي كده شوية. انا الى حد ما شايف ان ده خلص، بس انا حابب اضيف عليه ايه تاني. ممكن نضيف عليه حاجة حلوة اوي، نظبط بس الموضوع ده. نعمل جروب للايسيس كلها والتلج كله، ايسيس كل الكلام ده. هيرو ستايل، وده الهيرو. تمام، ممكن نكبره شوية، حاسس انه لو كبر يبقى نكبر معاه ده لذيذ كده. حاسس اني ممكن اعمل ايه تاني، ممكن نعمل افكت. مش عارف، هو مفيش حاجة ممكن تتزود، بس انا حابب ازود افكت شوية اللون الابيض بحيث انه يدينا زي سطوع قوي في الظهر. فاهمني؟ انت ممكن بقى تشيله وتحطه يعني. بص هو كده من غير يعتبر كده بيه. نبص عليه مع بعض قبل بعد قبل، لا نمسحه احسن. تمام، وكده احنا يعتبر خلصنا الدرس بتاع النهارده او التصميم بتاع النهارده. طبعا في تفاصيل كتيره وممكن تعمل حاجات تاني كتير. يعني مثلا التلج دوت انا ممكن اشيله خالص مش محتاجه، ممكن ازود سلايسز من الليمون دي بشكل مختلف، يعني ده ممكن نعمله برضو. ازود ميه هنا، ممكن تحت هنا نزود زي كأن الازازه قاعده على ميه، دي برضو ممكن اسيب لك التولز او الماتيريال دي في الديسكريبشن معاها بحيث لو حبيت تستخدمها. بس ده الى حد ما انا شايفه تصميم لذيذ جدا، يعني حلو مش وحش خالص. فممكن تجربه وتبعت لي في الكومنت تقول لي مثلا انا ده التصميم اللي انا عملته وايه رأيك فيه. وطبعا تصميمك هيبقى احلى من تصميمي 100,000 مرة يعني. هنعمل حاجة جميلة كمان بقى عشان ما ننساهاش، طبعا ان احنا هنخلي لون المية اللي موجود كله في الصورة طبيعي، يبقى نفس يعني مثلا المية ما ينفعش تبقى لونها ازرق او الابيض بتاعها واحنا عندنا سلايسز ليمون نازل منها مية لونها اصفر او اخضر. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي عند كل لاير من المية اللي احنا عاملينها دي، وهنيجي ندوس على ايمج وبعد كده نختار adjustments layer وبعد كده ننزل عند فوتو فلتر. وبعد ما بدوس على فوتو فلتر باجي اخلي ده 100% وباجي اقف على الكلر واديله الكلر ده. الكلر ده انا جبته منين؟ هو نفس الكلر بتاع المية اللي نازله من سلايسز الليمون. فانا هاخد الكلر ده نفسه كبيك اب. يعني مثلا هاجي اقف هنا وهدوس على فوتو فلتر، هلاقي ان في
الكالر هلاقي ان الكالر الكود بتاعه ده، هاخد الكود ده كوبي بحيث ان انا ما اقعدش ادور عليه واجيب كود غلط، وهعمل نفس الموضوع ده على كل الميه اللي موجوده في الافكت او على الهيرو اللي انا شغال عليه. طبعا الموضوع ده مهم جدا بحيث ان انت تلاقي التصميم بتاعك متماشي ومتناسق كله مع بعض، مفهوش غلطات ومفهوش اي حاجه. شكرا لوقتكم، واتمنى ما كنش ازعجتكم او طولت عليكم، ولكن احنا كل يوم ان شاء الله هنحاول نعمل توتوريال على قد ما نقدر عشان ايدينا تمشي بس على تصاميم السوشيال ميديا مع بعض، والله موفق المستعان. لو احتجت اي حاجه اكتب لي في الكومنتس انت محتاج تتعلم ايه او تعرف ايه، وانا اكيد لو حتى مش عارفها هتعلمها كويس وهتقنها كويس وهعمل لك بيها توتوريال تنزل على التشانل عندنا. دمتم في سلام الله. شكرا.